السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. قبل ما ندخل على الفيديو كده، يا ريت تحطي اللايك وتشتركي في القناة لو مش مشتركة. النهاردة ان شاء الله هنسلق كرنب عشان نفرزه ونحطه في الفريزر يعني. تمام. عندي هنا 3 كرنبات. عندي هنا كده بسم الله ما شاء الله 3 كرنبات. هبتدي اشيل الراس بتاعتها من فوق. اللي عايز يعرف الكرنب الحلو اللي ما بيبقاش التخين ده، الراس بتاعته بتبقى مرفوعة كده لفوق. التاني التخين ده بيبقى الراس بتاعته مدكوكة لجوه، ما بتبقاش طالعة كده بره. تمام. هشيل بقى الراس بتاعت الكرنب دي. تمام كده. عندي بقى حلة كبيرة حطها على النار فيها مية بتغلي. تمام. انا حطيت الكرنباية على بعضها وابتدي اشد كده ورقة ورقة. تمام. هعمل كده لحد ما اخلص كل الكمية اللي عندي. هنا انا بوريها لك بعد ما شلت الراس بتاعتهم هما ال3. تمام كده. انا خلاص كده بسلق في الكرنب. عندي هنا بقى خضرة، الخضرة بتاعت المحشي. تمام. هبتدي بقى انضفها واقطعها. تمام. عشان برضو تبقى جاهزة عندي على طول وقت ما اعمل محشي، بقوم مطلعها من الفريزر وبحطها على طول في الخلطة بتاعت المحشي. تمام. انا بنضفها وبقطعها كده. انا عشان بس عندي كمية الخضرة ما شاء الله كتيرة، فما غسلتهاش الاول بصراحة، قطعتها وبعدين هغسلها. تمام. عملت طبق، مليت طبق وده الطبق التاني. تمام كده. اخلص برضو كل الكمية اللي معايا. تمام. دي كده انا خلصت كل الكمية وغسلتها كويس جدا وحطيتها في مصفى تنزل كل المية اللي فيها، وهبتدي احطها في اكياس التلاجة. تمام. كل كيس بقى على قد استخدامي يعني. تمام. هنا بقى خلصت الكرنب، خلصت سليقه. هبتدي بقى امسك ورقة ورقة، اشيل العرق بتاعها والفها كده واقطعها. تمام. سهل جدا وهيريحك. بتطلعيه على طول، يفك شوية وبتبتدي تحشي. ما بنضغطش عليه في السلق لما بيتعان في الفريزر يعني. ان شاء الله الفيديو النهاردة يعجبكم، ويا رب اكون اقدر افيدكم. تمام كده. برضو هخلص كل كمية الكرنب اللي معايا وهحطه في الاكياس، برضو في اكياس التلاجة. هنا خضرة المحشي انا بكتب عليها بالقلم، ما بيتمسحش القلم ده، ما بيتمسحش، عشان خاطر برضو انا عاينة سبانخ، عاينة السلق بتاع القلقاس، فما يبقاش كل حاجة يعني كاتبة عليها. يا رب يا رب الفيديو يعجبكم.